ببساطة كده يا عزيزي، لو جيت سألتك وقلت لك ايه هم اخطر انواع الادمان، هتقول لي ادمان المخدرات، ادمان الكحول، ادمان السجاير، لكن عمرك ما هتقول لي ادمان الاباحية. ولكن خليني اصدمك ان اخطر انواع الادمان هو ادمان الاباحية. كيف انتشرت؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة. لك ان تتخيل عزيزي ان مصر هي 18 عالميا في مشاهدة الافلام الاباحية، والاولى عربيا بعدها السعودية والعراق. يعني مصر هي اول دولة عربيا، لا مش اول، اكثر دولة عربيا في مشاهدة الافلام الاباحية. طب ليه الموضوع ده انتشر قوي وبالذات في 2025؟ طيب خليني اقول لك ان في انتشار الانترنت والتليفونات، الضحية بتكون قاعدة في الأوضة لوحدها بتتفرج، وكمان الفرجة ببلاش. لأن على فكرة زمان كانت مشاهدة الأفلام الإباحية بفلوس، لكن دلوقتي عادي، معاك نت معاك تليفون ببلاش. وكمان إن في 3 مليون منصة إباحية عبر السوشيال ميديا. طب ازاي هم بيصطادوا الضحية لمشاهدة الأفلام الإباحية؟ عموما كده بتكون قاعد على التليفون في أمان الله، يجيلك لينك جروب تليجرام أو لينك جروب فيسبوك، تخش عليه تشوف بقى الأفلام الإباحية والصور والاستيكرات، وعالم مش هتعرف تخرج منه خالص نهائيا، وده هيؤدي للموت. زي ما بقولك والله للموت. وده اللي ادي الى لما حد يتجوز من مدمن اباحيه، لما يتجوز يعتبر مراته ان هي اعضاء جسميه فقط لا غير، لا موده ولا رحمه ولا حتى يتعامل بما يرضي الله، هو شايفها اعضاء جسميه فقط. ويا سلام بقى لو مدمن الإباحية عدى الليفل الوحش، خلاص كمية الروين السعادة اللي المخ بيفرزها هتخلص، لأن اتفرج على الإباحية ديت اللي ما بين الرجل والمرأة كتير، فهيكون عايز يجرب حاجة جديدة. وده اللي أدى إلى كثرة الشواذ في مصر وفي العالم كله بسبب الأفلام الإباحية. أيوة زي ما بقولك، الشواذ انتشروا دلوقتي بسبب الأفلام الإباحية. نسيت اقول لك، ده غير طبعا مع انتشار العاده السريه. ما العاده السريه بتجيب مع الافلام الاباحيه، او الافلام الاباحيه بتيجي مع العاده السريه، دي بتجيب دي. طب ازاي اخلص منها؟ صلي، العب رياضه، اشغل مخك باي حاجه. لما الشهوه تجيلك او اللينك يجيلك احذف الحاجات دي. في برامج بتيجي علشان تحذف الرسائل اللي بتيجي او اللينكات اللي بتتبعت دي، في برامج بتيجي بتفيروس الحاجات ديت. فخلي بالك على نفسك، حياتك مش لعبة، ودي بتدمر الإنسان حرفيا. وبس، دي كانت حلقة النهاردة، وشوفوني بقى لو هكمل في المحتوى ده ولا لأ. وسلام.